يصحبكم في رحلة الحلم والإمارة باسم يافور. من ملتقى الثقافة والشعر من أبو ظبي، وبالتحديد من مسرح شاطئ الراحة، تنطلق أكبر مسابقة تجمع شعراء لغة الضاد في العالم كله، أمير الشعراء في موسمه الخامس. طبعا عشنا مع لجنة التحكيم مراحل اختيار الصفوة خطوة بخطوة، وها نحن الآن نحيا معكم أولى حلقات المسابقة لنتعرف على 20 مبدعا يحلمون بلقب أمير الشعراء. قبل بداية الأمسية يسعدنا أن نرحب ونحيي أعضاء لجنة التحكيم الدكتور عبد الملك مرتض من الجزائر، وأيضا نرحب بالدكتور علي بن تميم من الإمارات، وأخيرا نرحب بالدكتور صلاح فضل من مصر. إذن أهلا بأعضاء لجنة التحكيم، عدنا والعود أحمد كما يقال. أعتقد أن الجميع متشوقون لمعرفة من هم 20 شاعرا، ولكن أولا نتوجه بالسؤال إلى الدكتور علي بن تميم. دكتور، مع نهاية الحلقات التسجيلية ذكرت أنك تتوقع موسما هو الأقوى، ما الذي دعاك لهذا التوقع؟ أحيانا التوقع أمل، فأنا أملي في الله كبيرا وأتمنى دكتور علي، يعني أنا أريد أن أؤكد على فكرة ما هي الرسالة ربما التي تتوقع أن تصل من خلال هذا الموسم من أمير الشعراء. لا شك أن برنامج أمير الشعراء برنامج متجدد، خاصة وأنه كل سنة أو سنتين يعني يحتوي على جيل من الشعراء، أيضا دماء جديدة تتدفق في هذا الشعر. لا شك أن رسالة الجدة، رسالة المعاصرة، هي الرسالة الأولى، رسالة الشعر الأصيل الذي يستطيع في الواقع أن يمتح من هذه المعاصرة دون إهمال لتلقي التقاليد وبعثها من جديد في لغة تعترف بالواقع وتحاول أن تعيد قراءته. إذن أنت تتوقع فعلا موسم خامس قوي جدا؟ أنا أتوقع موسما قويا، أنا أقول ذلك لأن أملي يعني في الشعراء كبير. أتمنى أن لا أكون متحمسا أكثر من الشعراء. كيف لا أكون متحمسا وأنا في مسرح شاطئ الراحة؟ عظيم. إذن نحن أيضا معك متحمسون لنرى فعلا يعني هذا التألق إن شاء الله المقبل علينا من مجموعة متألقة بإذن الله من الشعراء. إذن أعزائي، جاء الوقت الآن لنتعرف جميعا على 20 شاعرا الذين قدموا مع آمالهم للحصول على إمارة الشعر. إيمان عبد الهادي من الأردن. الشيخ سعد بو محمد الهادي من موريتانيا. يحيى وهاس من اليمن. أحمد حسن عبد الفضيل من مصر. الشيخ ولد بالأعمش من موريتانيا. هزبر محمود من العراق. ليندا إبراهيم من سوريا. محمد أبو شرارة من السعودية. علاء جانب من مصر. عبد الله موسى أبيلة من بوركينا فاسو.
رشا السيد محمود زقيزق من مصر. أحمد الأخرس من الأردن. نصر الدين بكرية من الجزائر. عبد الله الصديق من المغرب. منى حسن الحاج من السودان. هشام الصقري من سلطنة عمان. باسل الكيلاني من فلسطين. خالد بودريف من المغرب. مناهل العساف من الأردن. عبد المنعم الأمير من العراق. إذن جمهورنا الكريم، نرحب معا الليلة بصفوة شعراء الموسم الخامس والذين وصلوا عن جدارة واستحقاق إلى مسرح شاطئ الراحة للمنافسة على إمارة الشعر. من بين هؤلاء الشعراء شاعر واحد فقط سيتمكن من الوصول لنهاية الرحلة نحو الإمارة والفوز باللقب وبجائزة 1,000,000 درهم إماراتي. كيف سيكون مسار أمير شعراء الموسم الخامس عبر الأسابيع القادمة؟ نتابع معا ما يلي. يمر الشعراء خلال هذه المنافسة عبر عدة مراحل ومعايير للوصول إلى إمارة الشعر في موسمها الخامس. المرحلة الأولى، تتكون هذه المرحلة من 5 حلقات، في كل حلقة يتنافس 4 شعراء، حيث تقوم لجنة التحكيم بتقييم الدرجات بنسبة 50%، وتقوم اللجنة بتأهيل شاعراً واحداً مباشرة إلى المرحلة المقبلة من المنافسة. وللمشاهدين أحقية التصويت بنسبة 50%، والتي تخولهم لاختيار شعرائهم المفضلين من ال3 المتبقين في كل أمسية. في الحلقة المقبلة يتأهل 2 من الشعراء الحاصلين على أعلى نسبة تصويت من المشاهدين إلى المرحلة التالية. المرحلة الثانية، تتكون هذه المرحلة من 3 حلقات يتنافس خلالها في كل أمسية 5 شعراء، وتكون نسبة اللجنة في هذه المرحلة 50%، مع تأهيل شاعراً واحداً مباشرة للمرحلة المقبلة، ونسبة التصويت 50%. ويتنافس الشعراء ال4 الباقين على تصويت المشاهدين طوال أيام الأسبوع للحصول على فرصة التأهل. وفي الحلقة التي تليها وبعد إعلان النسب النهائية سيتأهل الشاعر الحاصل على أعلى نسبة تصويت من المشاهدين، مضافة إلى نسبة لجنة التحكيم. المرحلة الثالثة قبل النهائية، سيتنافس الشعراء ال6 في أمسية مليئة بالإثارة، وستقدم لجنة التحكيم الدرجات بنسبة 60% تقسم إلى 30% تعطى في هذه الحلقة و30% تعطى في الحلقة النهائية، في حين سيجرى التصويت لهم مع نهاية الأمسية ولمدة أسبوع من قبل المشاهدين الذين يملكون نسبة 40% من الدرجة. الحلقة النهائية، في بداية هذه الحلقة سيغادر الشاعر الحاصل على أقل نسبة من مجموع التصويت ونسبة 30% من اللجنة، وسوف تنحصر المنافسة بين 5 شعراء فقط سيواصلون التحدي للوصول إلى اللقب، وتقوم اللجنة بإعطاء الشعراء 30% المتبقية، ويتم في نهاية الحلقة جمع درجات اللجنة مع درجات التصويت وإعلان النتائج النهائية، وتحديد المراكز من الأول إلى الخامس، وتتويج الفائز بلقب أمير الشعراء للموسم الخامس. مرة أخرى نرحب بشعراء الموسم الخامس معنا هنا على المسرح، ونتمنى لهم جميعا التوفيق. والآن قبل أن نبدأ نتوجه للدكتور صلاح فضل لنتعرف على الشعراء ال4 الذين سيفتتحون معنا أمسية الليلة. دكتور. الشعراء ال4 هم طبقا للترتيب الأبجدي: أحمد حسن عبد الفضيل من مصر،
وسعد الهادي من موريتانيا، ومناهل العساف من الأردن، وهشام الصقري من سلطنة عمان. شكرا دكتور صلاح فضل. وأود تذكيركم مشاهدينا في كل مكان بأن أحد هؤلاء الشعراء الأربعة سيضمن مقعده في المرحلة القادمة، وهو الشاعر الذي ستختاره بالطبع لجنة التحكيم في نهاية هذه الأمسية. وأنتم أيضا مشاهدينا ستقومون بالمهمة الثانية، وهي التصويت لشاعركم المفضل أنتم من الشعراء الثلاثة المتبقين، ليلحق 2 منهم بالشاعر المتأهل من قبل لجنة التحكيم للمرحلة المقبلة. ونود تذكيركم بأن خطوط التصويت ستفتح مع نهاية هذه الأمسية، كما نذكركم بأنه يمكنكم دعم الشاعر المفضل لديكم عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج الظاهر على الشاشة أمامكم. أعزائي المشاهدين، يمكنكم أيضا التواصل معنا عبر تويتر والتغريد بما شئتم من آراء أو مقترحات أو رسائل تقدير لفرسانكم المفضلين، وسأقوم أنا بقراءة بعض هذه الرسائل في كل أمسية بإذن الله. فاصل قصير ثم نعود معا لنبدأ أولى أمسيات برنامج أمير الشعراء في موسمه الخامس.